صباح الخير. اليوم بدنا نعلمكم كيف تعملوا ساندويش دجاج على الفحم من الصفر لتوصل للساندويش. حطينا خل لتنظيف الدجاج وطحين وحامض وملح، بنخليهم هيك ربع ساعة، بنرجع بنغسلهم كتير منيح، هيك بتكون نطفت الدجاجة. هيدا الفروش كامل بدنا نحضره للفحم. شو بدنا نعمل؟ حنعلمكم طريقة تقطيعه. مثل ما شايفين هيدي الطريقة المضبوطة لتجهيز الدجاج على الفحم، أو حتى إذا بدكم تستخدموها بالفرن فيكم بهي الطريقة. أهم شي تبضعوا الفروج منيح وتكسروه لحتى يستوي كله سوا، وبتفختوه بالسكين منيح مثل ما انتم شايفين. وهلأ حنعلمكم طريقتين للتتبيلة. كل الناس بتبلوه على هوا ما هني بدهم. لحتى نشعل الفحم بسهولة بنحط الفحم وبنحط محرمة أو منديل كله زيت بنص الفحمات، ونحط شوية زيت على الفحمات. هيدي أسرع طريقة لتشعيل الفحم. نحن هون عملنا تجربة صغيرة، انتو بتحطوا فحم حسب الكمية اللي بدكم تشووها. مثل ما شايفين بنشعلها ونهويها شوي بعدين حتى تنتشر النار. هيك بيكون فحمكن جاهز. برجع بذكر لحتى تشووا كمية كبيرة بدكم تكتروا الفحمات. شوفوا كيف هلا بتحول لجمر. هلا أول طريقة للدجاج، بتجيبوا أو دجاجة كاملة أو فخاد مثل ما انتم شايفين، وبتشرحون بهي الطريقة لحتى تفوت الصوص لجوا ويستوي كله سوا. مثل ما شايفين الطريقة. بتحطوا رب البندورة، لبن، فلفل أسود، بابريكا، 7 بهارات، ملح، توم أو توم بودرة من هذا التوم حار. وفيكم تضيفوا كمان زيت الزيتون تكون تتبيلتكم جاهزة. الطريقة التانية اللي هي معتمدة أكتر، مثل ما شايفين فيكم تتبلون تحطوهم بالفريزر، فيكم دور تستخدموهم. صلصة 5 معالق، كزبرة يابسة، توم بودرة، فلفل أسود، زنجبيل، ملح، خل، زيت، مخلوطهم كتير منيح مثل ما شايفين. ومنتبل فيهم الدجاجات ونتركهم ليلة كاملة أو نتركهم لوقت مثلا ساعة قد ما نحنا بدنا. برجع بذكر اعملوا تفخيت بالسكينة بالدجاجات لتشرب الصوص كامل. ندعكن كتير منيح. بالنسبة هلا للدهنة تاع الدجاج، حطينا زيت زيتون وسماق وفلفل أسود وبابريكا وحار ودبس حار. مثل ما شايفين ندهن فيه الدجاجة من برا. أما بالنسبة للتومية عملناها بكذا وصفة من قبل، وهلا حنرجع نعلمكن إياها ليكون فيديو متكامل ومتناسق مع بعضه. طلعت خيال. شوفوا المنظر. بتحطوا 3/4 الكوب مي مع نص كوب نشا، بتحركوه على البارد، بترجعوا بتحركوه على النار لحتى يتماسك منيح بهيدا الشكل مثل ما شايفين. بتحطوا شوية خل، توم، بودرة توم وملح، تطحنوه منيح. بتحطوا النشا وتصير تزيدوا الزيت بشكل تدريجي. بيطلع التوم خيالي، وهالأكلة بلا توم ما بتسوى. لحتى نعمل التوم الحار كمان حطينا التوم العادي، سماق، كزبرة، زعتر، أوريغانو، بابريكا وحار، ومخلوطهم كتير منيح. هيدا هو التوم الحار. لحتى تقلوا بطاطا تطلع مقرمشة، رح نعلمكم سر البطاطا المقلية. بعد ما نقشر البطاطا كتير منيح مثل ما انكم شايفين. أحلى شي البطاطا اللي بتقشروها انتو أحلى من الجاهزة. بنقطع الأطراف لتطلع الحبات متساوية مثل ما انكم شايفين. فيكن تعملوها بالسكين وفيكن على هيدي المكنة.
بعد ما قطعنا البطاطا بدنا نغسلها كتير منيح لحتى يروح النشا منها. إذا ما صارت الماي صافية معناته بعد في نشا، بدكم تضلكم تغسلوها لحتى تصير الماي صافية مثل ما انكم شايفين. بتحطوا ملح وتحطوا سكر، السكر بيعطيها كرملة والملح بيحافظ على هشاشتها، وشوية خل وماي مسقعة، وتحطوا كمان البطاطا وفوقها تلج، هيدي الماي مسقعة، وبتخلوها ساعة ساعتين ثلاثة ليلة كاملة تحطوها بالفريزر ما بيأثر عليها شي. مثل ما انكم شايفين ضفنا هون التلجات. وهلأ بعد شوي بنشفن، بس قبل ما نقليهم بنشفن كتير منيح من الماي. مثل ما شايفين اللي كل حبة كل ما نقعتوها كل ما صار عندها ليونة زيادة. هلا بنشفن كتير منيح من الماي، وبنجيب الزيت بنقليهم على حرارة متوسطة لحتى نتأكد إنه الزيت جاهز. بنحط حبة بطاطا بس تفوش بنحط باقي الكمية. وشوفوا هلا فاشت الحبة، هلا بنحط باقي كمية البطاطا، وبعد 10 دقايق بنصير نحركهم تحريكات خفيفة. فيكن تقيموهم نص قلية تحطوهم بالفريزر، وفيكن تقلوهم قلية كاملة تطلع بطاطا ذهبية مقرمشة شي بشهي. مثل ما نكون شايفين عم نحركهم. وهلأ صار فينا نشيلها البطاطا، منظر بشهي وقرشة بتشهي. صحة وهنا للجميع. هيدا الفروج بعد ما شويناه بندهنه بالتتبيلة اللي حكينا عنها، منقطعه وندهن بالساندويش توم وتوم حار وكبيس، وبنحط الدجاج والبطاطا ومنلفها ومندهنها من برا الدهنة السحرية ونشويها. صحة وهنا للجميع، منظر بشهي.